مساء الخير. أنا مجدي شاكر من موقع مجدي شاكر دوت كوم وصاحب قناة مونيكا شاكر للتعليم المجاني. بتشتغل كتير جدا على المدونة بتاعتك، لكن للأسف جوجل مش بيرشفك، أو مش قادر تنافس مواقع كبيرة جدا جدا جدا، وانت نفسك تبقى مشهور جدا ونفسك المدونة بتاعتك تبقى في الصدارة وتبقى في الصفحة الأولى في بحث جوجل. هديك شوية تريكات صغيرة هنبدأهم واحدة واحدة عشان تبدأ تنشر مدونتك أو تدوينتك اللي هتكتبها بأوسع شكل من الأشكال وبأسرع وقت ممكن. عشان نكتب موضوع لازم نهتم بحاجة اسمها السيو زي ما اتفقنا قبل كده، وزي ما شفنا في موضوعات قبل كده نشرناها بالفيديو هنا على القناة ديت. خلينا النهاردة نتكلم عن حاجة اسمها وصف البحث. يعني ايه وصف البحث؟ وصف البحث ده عبارة عن جمل وصفية صغيرة بتتكون تقريبا من 150 حرف، بتوصف بدقة الموضوع بتاعي أو التدوينة بتاعتي بتتكلم عن إيه. طيب، هل يا ترى كل الناس بتشوف وصف البحث دوت، ولا مين اللي بيشوفها؟ لا، مش كل الناس بتشوف وصف البحث، لكن اللي بيشوف وصف البحث هي محركات البحث. يعني دي جملة مخصصة لمحرك البحث او محركات البحث عموما، هي اللي بتقدر تزحف اليها وتشوفها، وبكده انت وفرت على نفسك وقت كبير جدا. ان الزاحف اللي جاي من جوجل او من اي محرك بحث يخش للموضوع ويقراه كله، ولكن شاف العنوان بتاعك وشاف وصف البحث وقدر يأرشف موضوعك بسهولة جدا وبسلاسة جدا. ودي الحقيقة نقطة مفيدة جدا ومختصرة جدا، بتوفر عليك وقت كبير جدا وبتوفر عليك مجهود كبير جدا. طيب، ازاي اعمل وصف البحث دوت في بلوجر؟ تعال مع بعض نعرف ونشوف ازاي هنقدر نقدم لجوجل وصف بحث مختصر جدا ومفيد جدا، ويخليني اقدر اتأرشف وانافس بكلمات تنافسية جدا في محركات البحث واحتل مركز الصدارة ان شاء الله. اول حاجة هندخل على بلوجر. بعد ما ندخل على بلوجر كالعادة هتلاقي دخل على الموقع بتاعك، فانت هتخش على مشاركة جديدة. لما تعمل مشاركة جديدة هيجيلك الشكل ده كله. هنا كده هنكتب العنوان بتاعنا، ادي العنوان. والعنوان ده لازم يكون معبر جدا عن الموضوع اللي انا هكتبه. ما يكونش مثلا انا بكتب عنوان مضلل او عنوان لا يدل على المحتوى اللي انا كاتبه، او عنوان بعيد عن المحتوى اللي انا كاتبه. لازم يكون عنوان مترابط جدا مع الموضوع. وهنا كده هكتب الموضوع بتاعي، وبرضو هيكون الموضوع بتاعي مناسب للعنوان. تمام. وهنا كده هلاقي حاجة اسمها وصف البحث اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. بيقولك ادخل وصفا للبحث، وهنا كاتب لك زيرو وبعدين شرطة 150، وده معناه ان انت هتدخل ما لا يزيد عن 150 حرف، ولكن ممكن يقل عن كده، لكن الافضل طبعا يكون 150 حرف عشان جوجل يقدر ويتمكن انه ياخد الوصف دوت ويأرشفه عنده حسب ما انت كاتبه بالظبط. ويفضل جدا يكون وصف دقيق جدا عن الموضوع بتاعي. تعالى اتخيل ان انا كاتب مثلا موضوع كده او تدوينة عن الفيتامينات مثلا. ففي وصف البحث بتاعي هكتب هنا كده تدوينة قصيرة ستعرف من خلالها ما هي الفيتامينات وما هي فائدة كل فيتامين، وما هي أنواع الأطعمة المتواجد بها الفيتامينات، وهل كل الفيتامينات مفيدة كما يعتقد. بص، لما جيت لحد ي عين ت وقف، مش تقدر تعمل كده. وهل كل الفيتامينات مفيدة؟ تمام. لحد كده 143 حرف من 150 حرف. انا كده اديت وصف للبحث اللي هو جوجل هيخش يشوفه اول حاجة قبل ما يدخل الموضوع بتاعي. وانا كده وفرت طريق طويل جدا على محركات البحث انها تدخل وتشوف انا كاتب
ايه البحث بتاعي للموضوع بتاعي. وزي ما قلت لازم يكون في ترابط ما بين وصف البحث والعنوان والموضوع نفسه. بكده انت عملت بنسبة كبيرة جدا مساعدة لمحرك البحث انه يرشفك، وان موضوعاتك تبقى في الصدارة في جوجل. الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الصور، وازاي احط صورة مناسبة، وازاي احط وصف للصورة وعنوان بديل للصورة، وده شيء مهم جدا برضو لمحركات البحث.